أعلنت شركة تشاريوت البريطانية المتخصصة في التنقيب عن الغاز الاثنين اكتشاف مخزون غاز وصفته باء المهم في حقل أنشويس بالسواحل القريبة من مدينة العرائش شمال المغرب. وقالت الشركة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني إن اكتشافات الغاز تجاوزت التوقعات الأولية، مشيرة إلى أنها تمتلك ضمن ترخيص ليكسوس الذي أفرز هذا الاكتشاف حصة بنسبة 75%، بينما يمتلك المكتب المغربي للهيدروكربورات والمعادن المملوك للدولة يمتلك حصة 25%. وأوضحت أن بئر أنشويس 2 حفرت بطريقة آمنة وفعالة بعمق 2512 متر. وقال الرئيس التنفيذي لشركة تشاريوت أدونيس بوروليس: يسعدني أن أعلن أن تشاريوت حققت اكتشافا مهما للغاز في بئر أنشويس 2 بمعدلات تجاوزت توقعاتنا. وأضاف: نواصل إجراء مزيد من التحليل على البيانات التي تم جمعها من البئر، وأن هذا الاكتشاف يشكل منعطفا جديدا بالنسبة للشركة. وأردف: هذه نتيجة هائلة، وأود أن أشكر المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن وجميع المعنيين على دعمهم الذي لا يقدر بثمن، والذي مكن من حفر البئر بأمان ونجاح خلال فترة تتسم بتحديات لوجستية. وكان المغرب قد تعاقد في سبتمبر الماضي مع تشاريوت لتقييم الغاز الطبيعي المتوفر في حقل أنشويس ضمن ترخيص ليكسوس قبالة سواحل مدينة العرائش. المصدر: أصوات مغاربية.